جايبه لكم بقى النهارده مشروب العناب اللي بتروحوا تشتروه من بره وتضيعوا فلوسكم عليه، وهو مجرد شويه سكر والوان صناعيه. هنعمله في البيت بمكون طبيعي وحلو جدا جدا. مش هنحتاج في وصفتنا غير مكونين اتنين بس. هتشربي احلى كوبايه عناب ومش هتشتريه من بره تاني ابدا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونخش نشوف الفيديو بتاعنا. اول حاجه كده انا جبت كركديه. الكركديه تجيبيه يكون سليم كده، ما يكونش مفتفت ولا مكسر، يكون سليم بالشكل ده. لو هو مطرب وانت شايفاه ان هو انت جايباه من عند العطار مكشوف كده وحاسه فيه تراب، هتشطفيه كده وتنشريه في صينيه كده لحد ما ينشف خالص، او تنشفيه في قلب الفرن. اهم حاجه يبقى ناشف معاكي عشان نطحنه في المطحنه. يا اما بقى تطحنيه في الكبه، يا اما تطحني في المطحنه كده بتاعه الخلاط. انا هطحنه في المطحنه. هتطحني 8 كيلو حوالي كده 150 جرام من الكركديه او 125 جرام، او طبعا حسب الكميه اللي انت عايزاها. طبعا هو خفيف وبيوزن كتير، يعني انت هتجيبي 8 كيلو وهتطحنيه. تمام، انا اللي معايا ده حوالي يعني 8 كيلو وطحنته كده بالشكل زي ما انتم شايفين. ولازم تنخليه علشان بيبقى فيه يعني حاجات كده كتير خشنه، فلازم يتنخل كويس. واللي بيتنخل ده مش هنرميه، ده هتطلعيه لما تيجي تغلي كركديه هتغليه عادي، يعني هتحطيه عندك كده تحتفظي بيه في برطمان وتغليه عادي. هيطلع معاكي كركديه، ممكن تعمليه بقى على عصير الفراوله او اي حاجه، يعني مش هيترمي. تمام، الكميه دي بقى احط عليها قد ايه؟ هحط عليها كيلو من السكر. تمام. لو انت عايز تعملي كوبايتين كركديه هتعملي عليهم مثلا كوبايتين كركديه وهو سليم، مش وهو مطحون، وهو سليم هتحطي له كوبايتين من السكر. وبعد ما يطحن هتحطي بقى عليه السكر. جبت انا كيلو سكر كده وفضيته في البوله. انا فضيت شويه صغيرين بس كده عشان اشوف، ولقيت بقى الكميه معايا كتيره، ففضيت كيلو السكر كله. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهضيف عليه ملح ليمون. لو انت عايزاه يبقى مزز، المزازه اللي احنا بنجيبه كده من السوبر ماركت او من عند بتاع المشروبات البودر او من العطار، بتحسي كده بيبقى مزز شويه. فانت عايزاه مزز شويه، كيلو السكر ده هنضيف له معلقه كبيره مليانه من ملح الليمون. تمام كده. مش حباه يبقى مزز، خلاص ممكن تقلي المعلقه دي شويه، ممكن تحطي نص معلقه، ممكن ما تحطيش خالص، بس هي المزازه دي بتخلي طعمه حلو قوي. خلاص كده بقى انا حطيت كده كركديه وسكر وملح ليمون، مش اكتر من كده. هقلب بقى ده كله مع بعضه، وبعد كده هجيب ربع كوبايه من الميه هضيفها عليه، وهقلبه بقى كويس جدا مع بعضه كده. هنا ربع كوبايه الميه دي عشان تخلي الكركديه يعني تخلي السكر يتلون باللون بتاع الكركديه. خلاص كده اهو. وعايزه اقول لكم كمان ان انت هتحتفظي بيه بره المطبخ مفيش اي مشكله، مش هيجرى له اي حاجه، لان احنا كمان حاطين فيه ملح ليمون، وملح الليمون ده ماده حافظه. وما تخافيش برده مش هينشف منك ولا يتجمد ولا اي حاجه. حطيت بقى انا الميه كده حبه بحبه، وهو خد معايا بالظبط ربع كوبايه من الميه. وببدا بقى ان انا اقلبه كويس كده كله في بعضه لحد ما السكر كده اتشرب من كل الكركديه او اللون بتاع الكركديه، وبقى معايا بالشكل ده. خلاص كده بقى جاهز معايا العناب، شايفين؟ يلا بقى لو وصلت لحد هنا حط لايك للفيديو وقولي لي رايك في الكومنتات. شايفين الجمال والحلاوه؟ حاجه كده في منتهى الجمال. مش حرماكم من حاجه، تعملوا كل حاجه في البيت. شوفوا بقى انتوا بتشتروه من بره بكام، وشوفي لو عملتيه في البيت مش هيكلفك حاجه خالص. بتمن كوبايتين كده من اللي بتشتريهم او ازازه صغيره كده هتعملي بقى ايه برطمان قد كده. عملنا كيلو سكر اهو زي ما انتم شايفين، وشويه الكركديه تقريبا ربع كيلو او مش عارفه 8 كيلو عامل 25 جنيه. بصوا بقى خدت كده معلقه منه على معلقتين سكر وقلبته. عايزه اقول لكم طعمه لذيذ جدا، طعمه حلو قوي 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 قوي. وفي ملح الليمون عامل فيه سنه مزازه كده مدياله طعم حلو قوي قوي قوي. جربوه واعملوه في البيت هيعجبكم جدا جدا. الكميه دي بقى هتحتفظي بيها كده في اي برطمان او في اي علبه عندك، وتحطيها في ضرفه المطبخ او تحطيها في التلاجة، مفيش اي مشكله. انا عندي بحتفظ بيهم في ضرفه المطبخ، ما بيجرى لهمش اي حاجه. عملت التمر معاكم قبل كده، هسيب لكم الفيديو بتاعه في نهايه الشاشه، للي ما شافوش يدخل يشوفه هيعجبكم جدا جدا. عايزه اقول لكم التمر كان جميل جدا. يعني خلاص احنا بصوا لسه ما دخلناش على رمضان ونص البرطمان خلص من حلاوته ومن جماله. جربوها هيعجبكم جدا جدا. وكمان بودره العناب برده اهي بمكون طبيعي جدا. وكمان الناس اللي بتحب تشرب الكركديه منقوع
من غير ما يكون مغلي ولا حاجه. ده كده كانه بالظبط منقوع، حاجه سريعه كده وسهله. تخش كده معلقه كده من بودره الكركديه على معلقتين السكر وشويه ميه وبقى جاهز معاكي. وفي الصيف كمان تحطي قطعتين تلج كده يبقى زي الفل، وتشربي بقى احلى مشروب كده حلو يرطب على قلبك. وطبعا العناب ده كله بيحبه في رمضان. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، مش تحطي لايك للفيديو. اسيبكم في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير. مع